أوقف الدفاع الحسني الجديد سلسلة انتصارات ضيفه الوداد البيضاوي حامل اللقب، والمتصدر محمد عبد الرزاق يعود بنا إلى سيناريو المواجهة. اختفى الفارق بين متصدر الترتيب العام الوداد البيضاوي والمهدد بالسقوط الدفاع الجديد، وسقطت التوقعات رجحت أن الوداد الذي حل ضيفا بلاعبين سابقين للدفاع الجديد زهير العروبي، مهدي قرناص وإبراهيم النقاش سيكون المعادلة الصعبة. لكن طالب في أول محك له مع الدفاع الجديد دافع عن حظوظ فريقه بنيل نقطة التعادل. الدفاع الجديد ابتدأ الشوط الأول من المباراة بأسلوب جديد مكنه من فرض سيطرته الشبه المطلقة، حتى اعتقد البعض أن هذه المحاولات ستجود بهدف يمنح اللاعبين الثقة، غير أن زهير العروبي كان خصما ثابتا ضد فريقه السابق. في شوط المدربين تراجع أداء الفريقين وتقلصت عدد محاولات التسجيل، توالى زمن المباراة دون تغيير في النتيجة، فكان البياض ختاما لهذه المواجهة. لعبنا ضد فريق عنيد، فريق اللي كيتخبط في قمه اسفل الترتيب، يعني الا كان شي نتيجه من غير الفوز ولا كان التعادل يعني غادي كيف ما تيقولوا غادي يقدر يحط رجل في القسم الوطني الثاني. هذا متعكس قوه ديال فريق الوداد، ولكن ما كنا عايزين واحد النتيجه ايجابيه، ربي ما يسرش. درنا نقطه ديال التعادل وكتبقى نقطه ايجابيه خارج الميدان. تبين الجميع ان الفريق الجديد انه لا يستحق هذه المرتبه هذه، فهذه النقطه بالنسبه لي انا انتصار لان غنربحوا الثقه وغنربحوا بنعرفوا غنلعبوا على التعادل، بان انت فريق المتصدر الدوري شنا الفريق الجديد في نفس المستوى. اذا لا تخوف على الجديده، خصنا نسيروا مقابله نقلبوا على النقاط. 20 نقطه بقات لي 19 نقطه في 19 مقابله، فنظن ان عندنا الفريق باش نجيبوها ان شاء الله ويكون غير الخير. نقطة ثمينة ليس للدفاع الجديد فحسب، بل للوداد البيضاوي أيضا، وهو الذي عانى في مباراة ذابت فيها الفوارق.